السلام عليكم متتبعي قناه فنون الطبخ. نتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. نتمنى تكون اموركم مزيانه واحوالكم طيبه. اليوم كالعاده فيديو جديد ووصفه جديده. فكيف ما شفتوا في العنوان وكيف ما كيبان لكم في المينياتور، غادي نحضروا اليوم الرايب اللي هو من بين انواع الياغورت او مشتقات الحليب اللي مشهوره في المغرب. كنتناولوه كنوع من التحليات او بين الوجبات. بعض النساء كيعتقدوا بان التحضير ديالو امر صعيب، كيطلب منهم الكثير من المراحل الدقيقه، ولكن الحقيقه فهي غير ذلك تماما، بحيث كان يمكن لنا نحضروه باسهل الطرق. يكفي انكم تشاهدوا معايا الفيديو لاني جمعت لكم تقريبا كاع الطرق اللي ممكن اننا نحضروا بها الرايب. فجمعت في هذا الفيديو تقريبا جميع الطرق اللي كنعرف، اللي يعني مشهوره، سواء بنيدو او بدانون او بياغورت كريمي. وغادي تشوفوا معايا الطريقه اللي كتصدق فيها، اللي كيصدق فيها الرايب مزيان اكثر من الاخرى. كذلك غادي تشوفوا الاخطاء اللي ممكن انكم تجنبوها. وبهكذا يعني هذا الفيديو غادي يكون شامل ان شاء الله. اللي بغات تحضر الرايب ديال المحلابات فنتمنى انه ينفعكم. فحاولت اني نشرح كاع داكشي اللي كنعرف، يعني النصائح كلها اللي ممكن انها تفيدكم. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. فبلا ما نكثر عليكم الهضره نخليكم مع الفيديو، وفي الاخير ان شاء الله غادي نقول لكم شنو الطريقه اللي عجبتني اكثر من الاخرى. نبداو على بركه الله. الطريقه الاولى غادي تكون بنيدو وبدانون عاقد. واش غادي ينجح واش ما غاديش ينجح غادي نشوفوا النتيجه من بعد. عندنا هنا في المكونات لتر ديال الحليب، السكر حسب الذوق، 3 معالق ديال النيدو ودانون. نبداو على بركه الله. غادي نجيبو كاس ندير فيه شويه ديال الحليب، نضيف عليه نيدو. غادي نخلطوه مزيان، ما يبقاوش فيه هاد الكويرات حتى ينسجم هادشي مزيان، يذوب في الحليب. ونخليوه جانبا. غادي نجيب كاسرونه ندير فيها الحليب، وغادي نسخنوه، ما نخليوش حتى يغلى، غادي غير تطلع فيه الغليه صافي ونطفيو عليه. صافي غنديه دابا فوق البوطه ونتسنى عليه حتى تطلع فيه، يلا تقرب تطلع فيه الغليه وغنطفي عليه. هانتوما كتشوفوا يلا طالعه فيه الغليه، غادي نطفي، ما غاديش نخليه هنا. غادي نتسنى عليه هنا واحد شويه حتى يبرد، غير يدفى ما يبقاش سخون، ومن بعد نطلقوه. بعد ما برد الحليب يعني كنقيسو، كنقدر نتحمل الحراره ديالو. غادي ناخذ منه شويه وغادي نخلطو مع دانون. غادي نجيب كاس، غادي ندير فيه دانون، وغادي نجيب شويه ديال الحليب نخلطو معاه.
كنخلطوه مزيان. كنخلطو مزيان، هانتوما كتشوفوا. في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا الحليب ودانون، الحليب اللي سخناه. السكر ممكن انكم تضيفوه في الاول وممكن انكم تخليوه حتى الاخر. انا دابا غادي نقص واحد 2 كيسان مسوسين، عاد من بعد غادي نضيف السكر. فغادي نجيب الحليب اولا نبداو بدانون نيت، غنضيفوا الحليب وغنضيف نيدو، غنخلط مزيان مزيان. صافي بعد ما خلطنا غادي نجيب الكيسان ديالي وغادي نبدا نفرغ في الكيسان، نعمرهم. فمن الاحسن نجيبو معلقه كبيره اولا مغرفه. غادي نبدا نصب في الكيسان. صافي عاد غادي نضيف السكر، تقريبا 2 معالق اولا 3 باش يجي حلو. نحركو شويه باش يذوب السكر. بالنسبه للكيسان، الى عندكم بلاستيك الغذائي ممكن تغلفوا كل كاس بوحدو. انا عندي هنا الغطايه، فغادي نسدهم مزيان. صافي غادي من بعد ما يذوب السكر غادي نكب الباقي في الكيسان الاخرين. بقى الكاس الاخير، كيف ما كتشوفوا ايترو ديال الحليب درت به تقريبا 7 ديال الكيسان. 7 ديال الكيسان ديال الرايب. صافي غادي نغطيهم وغادي نجيب شي كرتونه ولا بانيو ولا اي حاجه عندكم تغطيوها بشي كاشه ولا شي منطه ولا اي حاجه، اي زيف عندكم غليظ. انا غادي نجيب غير شبكه، خديت شبكه ودرت فيها هاد الزيف هذا فرشتو عليها، وغادي نجيب الكيسان غادي نحطهم هنا
وغادي نغطيهم مزيان مزيان. غادي نذوب مازال هاد الزيت، غادي ندير عليهم مانطه صغيره، وهادو غنعزلهم هنا بلا سكر صافي. غادي نغطيهم ونخليوهم 8 السوايع. غادي نخليوهم 8 ديال السوايع ومن بعد نطلقاو. بعد ما دازت 8 ديال السوايع فغادي نشوفوا الرايب ديالنا كيولا. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا غادي نعريه قدامكم. كيبان لكم وغادي يعني كلشي كيبان في الفيديو، ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجه. هانتوما راه كيبان عاقد. هنا نقدر نقلب الكاس وما كيطيحش، هذا الدليل على النجاح ديالو بطبيعه الحال. اذا الطريقه الاولى راها ناجحه 100%. غير تبعوا يعني المراحل كيف ما درت والمقادير اللي حطيت لكم بالضبط، وان شاء الله غادي ينجح لكم. غادي نجرب لكم بالمعلقه باش تعرفوا يعني باش تشوفوا لا تيكستور ديالو اولا الكثافه ديالو كيفاش دايره. فهو راه كيجي عاقد، ما كيكونش جاري، بالعكس تيجي عاقد يعني شاد راسو. عاد هنا مازال ما دخلتوش للثلاجه، يعني بعد ما ندخلو للثلاجه وغيبرد راه غادي يعقد اكثر. بالنسبه للطريقه الثانيه البنات راه غادي نستعمل فيها يعني الرايب اللي وجدته من قبل من دانون ونيدو، هو اللي غنستعملو دابا. يعني غنعوض به دانون، وهذه كنسميوها الخميره، يعني كنربيو الخميره ديال الرايب. دائما فاش كنوجدوا الرايب كنخليو كاس يعني كنحتفظوا به، هو اللي غادي نعاودو نوجدوا به مره اخرى بلا ما نديرو دانون، كنديرو غير هذاك الرايب نفسه. ندوزو دابا للطريقه الثانيه ونشوفوا واش غادي تنجح او لا. فهنا في المقادير عندنا الحليب، يعني نفس الكميه اللي درنا في الاول، الحليب ونيدو كيبقاو نفسهم، والسكر كذلك حسب الذوق، غير هو عوض دانون راني درت كاس ديال الرايب. بالنسبه للطريقه فهي نفس الطريقه اللي درنا في الاول مع دانون، غادي نديروه دابا في الطريقه الثانيه. كنخلطوا كل شيء ومن بعد كنديروه في الكيسان، كنغطيو عليهم، نتسناو عليهم 8 ديال السوايع في بلاصه اللي كتكون دافيه. ومن بعد غادي نشوفوا واش غادي تنجح او لا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما دازت 8 ديال السوايع هانتوما كتشوفوا الكيسان. كيبان لكم بان الرايب يعني خرج عاقد حتى هو. هانتوما يعني غادي نقلب الكاس وما غاديش يطيح، فهذا دليل على ان هذه الطريقه حتى هي راها ناجحه. يعني واخا تخليو كاس من الرايب الاول وتعاودوا تصايبوا به مره اخرى فراه غادي ينجح معكم، وهكا مره على مره كتخليو كاس كتبقاو تصايبوا به. دابا غادي ننتقلوا للطريقه الثالثه اللي فيها غادي نصايبوا الرايب بياغورت كريمي، وما غاديش نستعملوا نيدو. يعني غنستعمل هنا ماركه ديال جوده او لا اي ماركه، المهم ان الياغورت غيكون كريمي ما يكونش عاقد، وايضا ما غاديش نستعملوا نيدو. غادي نشوفوا واش الطريقه غتنجح او لا. بالنسبه للمقادير عندنا يترو ديال الحليب، وعندنا ياغورت كريمي، من الاحسن يكون مذاق الفاني. عندنا ايضا كيس ديال الفاني للتنسيم، والسكر حسب الذوق. فغادي نجيبو كاسرونه، غادي نقسمو الحليب على جوج، النص غادي نسخنوه، ماشي نفيضوه يغلى بزاف، غير مجرد انه يسخن شويه، يعني يكون درجه حراره ديالو اقل من 37، يعني ما نفوتوش 37 درجه. بالنسبه للنص الثاني ديال الحليب فغنديروه في خلاط، وغادي نخلطوه مع ياغورت كريمي ومع السكر وكذلك مع الفاني. فبطبيعه الحال انا ما غاديش ندير هنا السكر، لاني دائما كنقص
جوج كيسان مسوسين على حساب الوالده ديالي. نتوما ممكن في هذه المرحله ديروا السكر. صافي هنا غادي نخلطو مزيان هاد العناصر كلها، ومن بعد غادي نجيبو الحليب اللي دفيناه يعني سخناه، غير كتقرب تطلع فيه الغليه كنحيدوه وكنخلطوه مع هاد الحليب هذا اللي مخلط معاه الياغورت كريمي. صافي كنخلطهم بجوج، ومن بعد غادي نديرهم في الكيسان وغنغطيهم، غنديرهم في كوكوت اللي درت معاها درت فيها شويه ديال الماء طايب، كيكون الماء سخون مزيان، كنعمر على دوك الكيسان غير حتى للنص، كيوصل لهم الماء للنص، ما نفوتوش باش ما يدخلش ليهم الماء. صافي وكنسد عليهم الكوكوت وكندير الصفاره وكنغطيهم بشي مانطا ولا شي حاجه سخونه كنغطي عليهم. غادي نتسنى عليهم 8 ديال السوايع ومن بعد نتلاقاو. هنا بعد ما دازت 8 ديال السوايع هانتوما كيفاش كيجي الرايب ديالنا. هانتوما كيبان لكم باللي الكشكوشه اللي تكونات فيه يعني خلات الاماره ديالها. حاولت اني نقلب الكاس ولكن ما قدرتش، خفتو لا يطيح ليا لانه كيبان ليا ما عقدش بزاف، يعني مقارنه مع الرايب اللي صايبت من قبل. هذا كيبان شويه جاري، ماشي جاري بزاف، غير هو يعني القوام ديالو ماشي متماسك، كيبان لك كيتحرك، يعني الا حركت الكاس كيتحرك معايا. فغادي نسد عليه، يعني غنغطيه وندخلو للثلاجه، ومن بعد غادي نشوفوا القوام ديالو كيفاش داير، يعني من نحركو لكم بالمعلقه وغتشوفوا كيفاش غيجي. بالنسبه للطريقه الاخيره فهي يعني غنستعملوا فيها الرايب اللي صايبنا بالياغورت كريمي. يعني كنتلف ليا المقطع اللي كان نوريه لكم بالمعلقه، ولكن هنا غادي يبان لكم يعني القوام ديالو كيفاش داير، فراه كيجي شويه جاري، ما كيجيش عاقد كما الاول. هانتوما انا غادي نستعمل هنا عوض الياغورت كريمي، فغادي نستعمل هذاك الرايب. فبالنسبه للمقادير عندنا ايتر ديال الحليب مع كاس ديال الرايب اللي كنت وجدت بياغورت كريمي. بالنسبه للسكر بطبيعه الحال حسب الذوق. وعندنا هنا الحليب سخنته غير يعني على درجه حراره يعني تقريبا 37 تقريبا، لاني كندير فيه كنقيسو بصبعي ويعني كنتحمل الحراره ديالو، ما خصكمش تخليوه حتى يفيض. صافي دابا غادي نخلطو هاد الحليب هذا، غنضيف عليه الرايب، كاس ديال الرايب اللي كنت صبت ليا صاوبته، وغادي ندير السكر حسب الذوق. فهذاك الرايب خديت منه كاس وتعمدت اني نخليه في الثلاجه لمده 6 ايام، لان الرايب باش انك تكوني الخميره ما خصكش يعني ما تعداش عندك 3 ايام او 4 ايام لانه كيفسد. فهنا انا تعمدت اني نخليه 6 ايام وغنشوف واش غادي ينجح معايا او لا. بالنسبه للخلاط الكهربائي هاد المره ما غاديش نستعمله، لاني لاحظت بانك تكون الكشكوشه، فهنا غادي نخلط غير بالمعلقه.
غادي نخلط غير بالمعلقه ونعمر الكيسان نديرهم في الكوكوط ونسد عليهم، نخليهم 8 سوايع ونعاودو نشوفوا واش غادي ينجح او لا. هنا بعد ما خلطت هادشي كامل هانتوما كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجي عاقد شويه ماشي بحال المره الاولى. صافي غادي نديرو في الكيسان، غادي نجيب الكيسان ديالي في الكيسان وغادي نخبيه، غادي نديرو في كوكوط بحال المره الاولى بنفس الطريقه. هانتوما بعد ما دازت 8 ديال السوايع شوفوا الرايب كيفاش خرج ليا، فراه تفصل يعني داك المصل مع الاخر ولا داير كي الجبن، كيبان لكم داكشي مفرتت. اذا هاد الطريقه راها ما صالحاش وما كتصدقش، يعني باش انكم تحتفظوا بالرايب في الثلاجه لمده 6 ايام فراه ما غاديش يصدق لكم تعاودوا تصايبوا به رايب اخر. هو راه تيبقى صالح للاكل، ولكن باش انكم تصايبوا به رايب اخر هذا اللي ما غاديش يصدق لكم. اذا اللهم كلوه بلا ما تضيعوه وتضيعوا معاه حتى يترو ديال الحليب. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. دابا جا الوقت باش غنقول لكم الراي ديالي، وراه باين يعني بلا ما نحتاج نقولوا الرايب اللي يعني احسن رايب هو الاول اللي كنت صايبت بدانون اللي كيكون عاقد ونيدو. هذيك هي احسن طريقه، وحتى في البنه كيجي لذيذ يعني ما تشبعيش منه. اما الطريقه الثانيه ديالو يعني بنفس الرايب كنصايب رايب اخر حتى هي كتجي ناجحه 100% وكيجي حتى هو لذيذ. بالنسبه للطريقه الثالثه اللي صايبت بها يعني الرايب اللي صايبته بياغورت كريمي فهو كيجي زوين يعني لذيذ، ولكن ما كيكونش عاقد بزاف، كيجي شويه جاري يعني ماشي جاري بزاف، غير هو يعني ماشي عاقد كيف ما الاول. اما الطريقه الثانيه ديال يعني هاد الاخيره راه بان لكم يعني النتيجه كيفاش دايره، راها ما نجحاش يعني ما صدقش. بالنسبه للطريقه الاخيره يعني ديال اني نصايب يعني الرايب من الرايب اللي كنت موجده من قبل بياغورت كريمي فراه هي كتصدق، ولكن ما تعداوش 3 ايام، يعني الرايب ما يكونش يعني فايت عليه 3 ايام، خصو يكون 3 ايام 4 ايام على الاكثر، ما يكونش يعني اكثر من 4 ايام، لانه راه ما غاديش يصدق وانتم راكم شفتوا النتيجه كيفاش دايره. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون فادكم ونال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون جاوبت على معظم الاسئله اللي كطرح بخصوص الرايب وما يبقاش عندكم فيه حتى اشكال. ولا تبعتوا النصائح اللي ذكرت لكم خلال هذا الفيديو فراه غتصايبوا الرايب بحال ديال المحلابات، غتصايبوه في المنازل ديالكم وتفرحوا بعائلاتكم ووليداتكم في هذا الصيف ان شاء الله تعالى. الفيديو ديال اليوم وصل للنهايه ديالو، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللايكات وارائكم واستفساراتكم وعلاش لا حتى انتقاداتكم خليوها ليا في التعاليق. كالعاده كنشكركم على تتبعكم للقناه، واللي مازال ما اشتركتش مرحبا بك معنا في القناه، انضمي لينا بالاشتراك، ضغطي على الزر الاحمر تحت الفيديو وضغطي على الجرس باش توصلي بكل جديد على القناه. وتنبغي نذكركم دائما بالموقع الالكتروني بالنسبه للناس اللي تيبغوا الوصفات تكون مكتوبه، غادي تلقاو الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف www.fononطبخ.com. ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. الى اللقاء.